صوت الصحافة، نبض الخبر. تتجه أنظار أحد كبار أندية دوري روشن للمحترفين نحو المغربي مهدي بن عطية المدير الرياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، حيث كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عن تلقي بن عطية عرضا رسميا لتولي منصب المدير الرياضي بنادي الاتحاد السعودي، ليكون بديلا للإسباني رامون بلانيس الذي يبدو مستعدا للرحيل وخوض تجربة جديدة في أوروبا. ويأتي هذا التحرك الاتحادي في ظل تقارير تؤكد قرب انفصال بن عطية عن ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الحالي إثر خلافات مع الإدارة، مما جعله أحد أبرز الخيارات المطروحة لتطوير المشروع الرياضي لعميد الأندية السعودية الذي يسعى لتحسين وضعه الفني بعد استقراره في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة. ورغم قوة العرض السعودي، إلا أن الاتحاد قد يواجه منافسة من نادي روما الإيطالي الذي ارتبط اسم الدولي المغربي السابق به في الساعات الأخيرة، نظرا للعلاقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين بن عطية ونادي الذئاب الذي مثل ألوانه سابقا كلاعب متألق. صوت الصحافة، نبض الخبر.